طريقة الكبيس الدمياطي على أصوله. في ناس بتقول عليه المفتقة، بس المفتقة بيدخل في مكوناتها إضافات تانية زي الحلبة المطحونة مثلا. الكبيس ده بيعتمد في الأساس بتاعه على البلح المجفف، البلح الرطب الأسود بنجففه في الشمس لحد ما يبقى بالشكل ده. طيب موسم تجفيف البلح خلص، وفي ناس أصلا ما تعرفش تجفف البلح ازاي. هتقولوا لي ينفع نستخدم التمر؟ هقول لكم ينفع تستخدموا التمر، بس استخدموا التمر الوسط، مش الناشف القوي ولا الملزق قوي. بس الكبيس اصلا كوصفه دمياطيه اصيله بيعتمد على البلح المجفف. بناخد البلح ده كده نقطعه قطع بالمقص ونديله شطفه سريعه ونسيبه في مصفى يتصفى. في حله بقى على النار نزلت بمعلقتين كبار سمنه بلدي، اساسه طبعا السمنه البلدي. مكسرات بقى حابين تضيفوها بتبقى حسب الرغبه وحسب الامكانيات. بننزل الاول بالفل لانه بياخد وقت شويه في التحمير ياخد لون ذهبي، ننزل بجوز الهند العريض ياخد برضو لون. الحاجات دي مش بتاخد وقت في التحمير، خدوا بالكم ممكن تهدوا النار علشان تتحكموا في درجه اللون. اخر حاجه بننزل بالسمسم ونديله تقليبه كده او نديله تحميصه ياخد لون برضو لحد ما كله يمتزج مع بعضه وياخد لون ذهبي حلو. بعد كده بننزل بكيلو ونص من العسل الاسود او كيلو وربع، وعلى طول مطرح البرطمان كده مطرح العسل نص كوبايه ميه نشطف بيها كده البرطمان ونكبها فوق العسل علشان ما يتكرملش. ننزل بعد كده بمعلقه كبيره من تحويجه الكبيس بنشتريها من عند العطار، بنقول له عايزين حواجي الكبيس او بهارات الكبيس او تحويجه الكبيس. بنجيب كمان واحده سفندية نغسلها كويس وناخد القشر بتاعها ونقطعه ناعم وننزل بيه على الخلطه اللي احنا عملناها دي. مش بحمر القشر ده في الاول مع المكسرات علشان ما يمررش بعد كده في الكبيس. اخر حاجه بننزل بقطع البلح اللي احنا غاسلينه ومقطعينه او بالتمر اللي انتم مجهزينه وغاسلينه طبعا ومتقطع، ونديله تقليبه كده كويس ونغطي عليه ونسيبه ياخد غلوتين كده لحد ما البلح يستوي. يا دوب علشان يوصل للتسوية المطلوبة بياخد تقريبا دقيقتين غليان مش اكتر من كده. بعد كده بنسيبه بقى يبرد تماما، وبتاني يوم بقى بتعبوه في العلب او في الاكياس وبتخزنوه بقى تاكلوا منه طول الشتاء. ودي كده طريقة الكبيس الدمياطي على اصوله، وصفة تراثية دمياطية اصيلة. اتمنى الفيديو يعجبكم.